اوكي. لما كنتكلموا على بونو، نبدا بونو لانه اول واحد اللي غنتكلم عليه. عفوا، هذه تغريده لاحد من المتابعين للبرنامج يسأل: من لعب الدور الرئيسي في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، وهو إنجاز غير عادي وغير مسبوق، وهو يقصد هنا بونو. ومن لعب الدور الرئيسي أيضا في تتويج نسخة ضعيفة من إشبيلية في الدوري الأوروبي. هذا تكملة لكلام. إذا التأثير تاع اللاعب كان واضح بشكل كبير، لأن لما كنتكلم على إشبيلية مش هي السيتي، مش هي ليفربول. إشبيلية الفريق المترنح، الفريق اللي كان حتى على مستوى نتائج في الدوري الإسباني كانت كارثية، ولكن على مستوى الأوروبي كان دور تاع بونو والنصيري دور كبير، دور مؤثر، دور اللي خلى إشبيلية أنها تفوز بالكاس. على مستوى المنتخب المغربي كان تأثير بونو واضح بشكل كبير، يعني إلى درجة أن نقدر في بعض المباريات كان تأثيره 70-80%، لو ما قلناش 90% في ضربات الجزاء. فهنا كنشوفوا يعني هذا معيار بالنسبه لي كفني، من المفروض ان الامور تكون بهذا الشكل. نتكلم على محرز خذا ثلاثيه مع السيتي، لاعب مؤثر في الفريق بتاعه، ولكن على مستوى المنتخب كانت هناك بالنسبه للمنتخب الجزائر لم يساعده، خرج من كأس افريقيا بنقطه واحده، طلع من ما تأهلش لكأس العالم. يعني هنا شويه الامور كتمشي في اتجاه ديال ان التأثير تاعو على المنتخب ما كانش بداك الشكل الكبير اللي يجعل ان منتخب الجزائر يكون اقوى. نتكلم على صلاح، حتى صلاح بالنسبه لي يعني على المستوى الفردي كما قلنا انجازات خارقه، انجازات في المستوى العالي، ولكن فريق ليفربول ما كانش في المستوى. اوكي، ولكن على مستوى النتائج الفرديه كانت اوكي. على مستوى المنتخب اوكي، تاثيره ما نقولش بدك التاثير الكبير، لان كما كنعرفوا ان منتخب مصر دائما ما كنعرفوا عن ليه الجماعيه، ما كيكونش واحد لاعب واحد مؤثر، دائما ما كتعرف بان المنتخب المصري منتخب قوي بجماعه، يعني بالمجموعه بتاعه مش بالفرد. فهنا كيكون اختلافات. انا بالنسبه كفني كنحبذ ان سواء في افريقيا ولا في اوروبا ولا عالميا على مستوى الفيفا، ان اللاعب اللي حيكون مؤثر في المنتخب وحتى في الفريق بتاعه، وهذه اشياء اللي احنا كفنيين يعني كتعطي قيمه لذاك اللاعب. لان لما تعطي الجائزه لواحد فاز مع كما قلنا في الاول كان احتياطي وفاز مع اي فريق في العالم بثلاثيات او رباعيات او هذه وياخذها، هذه كتبقى اشياء. ولكن كنتكلم هنا ان اللاعب خصو يكون مؤثر. اوكي، هنا مع الفريق ومع المنتخب. كابتن، رايك في هذا الموضوع؟ احنا لو جينا للتقييم امين فعلا انا هقيم مع المنتخب ومع النادي وايه اللي هم حققوه مع المنتخب ومع النادي. فانا شايف ان لعيبه المغرب سواء بونو او حتى حكيمي هم افضل 2 لعيبه حققوا مع المنتخب وحققوا مع الانديه اللي كانوا فيها، وكانوا مؤثرين بشكل جيد يعني. ولكن انا شايف ان بالنسبه لصلاح منتخب مصر، صلاح جه في فتره المنتخب المصري انا بعتبره منتخب ضعيف، يعني حتى مش هقول متوسط. منتخبنا فيه لعيبه ولكن نفتقد اللعب الجماعي. كلنا معتمدين على صلاح، كل الخطه وكل الشغل اللي احنا بنعمله على صلاح، فبالتالي صلاح مش هيقدر يقود منتخب. وقدامك منتخبات تانية قويه في افريقيا، يعني شفنا السنغال لو هم عملوا مان على صلاح، مان تو مان على صلاح، خلاص قفلنا مفتاح اللعب بتاع مصر وهو صلاح، خلاص مصر وقفت. ولكن منتخباتنا الاول الاجيال اللي قبل كده لو صلاح كان جه فيها، يعني لو كان جه في جيل تريكا، جه في جيل وائل جمعه، جه في جيل احمد حسن، كان هيفرق جامد معانا صلاح، بس يجي في التوقيت اللي هو كان متالق فيه مع ليفربول. يعني تقريبا من 3 سنوات لو كان صلاح نفس منتخب مصر موجود في ال3 سنوات اللي موجودين اللي عدوا دلوقتي، صلاح كان موجود فيهم، كان هيفرق جدا مع منتخب مصر، كان هيودي منتخب مصر بعيدا، كان هيظهر بشكل رائع، هيظهر بشكل مميز. ولكن حظ صلاح ان جه مع المنتخب ما ساعدش صلاح ان هو يوصل وياخد الجوائز الكبيره ويبقى ياخد الجوائز باريحيه. ولكن ونفس الموضوع في ليفربول، يمكن ليفربول صلاح
افتقد الخط الامامي كله في ثاني سنه وثالث سنه واثروا معاه. يعني يمكن ماني مشي، فورمينيو مشي، واللي جه برده مش على نفس المستوى اللي كانت اللعيبه اللي موجوده. عندك حتى الكسندر ارنولد في الظهير مستواه في الفتره الاخيره نزل، وفي نفس الوقت هو بيلعب من ناحيه صلاح. كانوا هما الاثنين عاملين شغل المثلثات اللي احنا عارفينها في كره القدم، الشغل الخططي، الشغل التكتيكي، هما الاثنين كانوا عاملينه بشكل مميز، شكل رائع. نزول مستوى الكسندر طبعا برضو اثر على صلاح، ولكن انا شايف صلاح السنه دي يعني شغال بشكل رائع، شكل مميز، تقريبا كل مباراه هدف او هدفين. ولكن لو اتكلمنا على السنه اللي فاتت هي فعلا مش هتخدم صلاح في ايه ان هو يحصل على الجائزه. ولكن انا شايف الثلاث لعيبه يستحقوا لو جينا حسبناها، ولكن لعيبه المغرب هي الاقرب، وبالاخص ياسين بونو، لانه ادى بشكل مميز جدا مع منتخبه، جاب رابع عالم، حتى مع فريقه اشبيليا جاب لهم بطوله الاوروبا ليج وادى معاهم بشكل رائع. فانا شايف هو اقرب واحد ليها، ولكن في منافسه بين الثلاثه او الاربعه اللي احنا قلناهم. نعم. نتحول مره اخرى الى حسين بوصالح، اذا لديك ما تضيف. بالنسبه لمحرز، رياض محرز شارك في ثلاثيه تاع السيتي. صحيح. التاثير ديالو بالنسبه لي التاثير كان واضح، لانه يعني شارك تقريبا في مباريات كثيره. كيبقى يعني تبقى هذا كما قلت لك مع الثلاثه، بونو، رياض محرز وصلاح. كاين فرق، انا نقول لك واحد الفرق موجود، لان على مستوى بونو كاين انجاز. لماذا لم تذكر اوسيمان؟ اوسيمان بالنسبه لي هداف الدوري الايطالي واعاد نابولي الى منصه التتويج. نعم، ولكن لذلك ما قلته في البدايه هو صحيح. يصعب لأن أن تجد معايير معينة لاختيار الأفضل. نعم، معايير، اسمح لي، بعض الأحيان كتكون المعايير الفنية اللي هي مغلفة شوية بالعاطفة، لأن لما كنتكلموا احنا كعرب فبالنسبة لي أنا نتمنى صحيح. فنيا، صحيح. لأنه حتى الصحفيين أو المدربين أو قادة الفرق سيصوتون نتمنى أن يكونوا ثلاثة عرب وواحد ياخذها. نعم. كابتن، أعطينا إذا اختصرنا العشرة المرشحين في ثلاثة لاعبين. مش ممكن أربعة؟ أمين، أعطينا أربعة. حط أوسيمين معاهم. أنا أحط أوسيمين معاهم، أدى يعني موسم رائع، هداف. يعني تتفق مع كابتن مرير؟ اتفق في الثلاثه، صلاح، محرز، لان طبعا محرز جاب ثلاثيه ادى بشكل رائع. كان يمكن محرز بيختلفوا في ان هو كان بينزل اوقات دقائق قليله شويه، يعني كان ده احتياطي وبينزل الشوط الثاني، ولكن اللي قلت لك عليه امين ان هو بينزل الشوط الثاني مؤثر في فرقته، كان بيسجل اهداف، بيفوز فرقته، كان بيعمل اسيستات حاسمه. يعني يمكن موسم، انا بالنسبه لي لمحرز الموسم تاريخي بالارقام. كابتن عفوا على المقاطعه، سجل 15 هدفا وساهم ب13 تمريره حاسمه في جميع المسابقات. يعني مميز ورائع جدا، وبيلعب في دوري ابطال، وجبت دوري انجليزي، وجبت كاس، فثلاث بطولات، ومن اقوى 3 بطولات موجودين في العالم. فمحرز طبعا يخش بقوه. صلاح يمكن الموسم اللي فات صلاح ما كانش فرقته مساعداه امين ان هو يعمل حاجه كويسه للفرقه، ويعمل حاجه كويسه ان هو ياخد بيها ارقام، ولكن ارقام شخصيه صلاح مأدي ارقام شخصيه بشكل مميز، شكل رائع. يمكن السنين اللي فاتت كلها حقق جميع البطولات مع ليفربول، واحنا شفنا اخر حاجه عملها مثلا الاسبوع اللي فات ان هو سجل الهدف ال200 ليه في الدوري الانجليزي، سواء مع تشيلسي او مع ليفربول، ختم الهدف ال200. فده طبعا لاعب عربي يجيب 200 هدف في الدوري الانجليزي، دي حاجه مميزه جدا جدا وتتحسب له، حاجه رائعه. يعني صلاح من الاساطير اللي بنعتبرها الاساطير العربيه. صلاح برضو يخش من الناس اللي تستحق الجائزه. لو اتكلمنا على بونو، طبعا بونو كان سبب رئيسي ان المغرب تحصل على رابع العالم، شفناه في جميع المواقف، بالذات في الضربات الجزاء اللي كانت عليه خلال المباراه، او الضربات الترجيحيه اللي كانت بعد المباريات في كاس العالم. كان هو اللي دايما بيخلي المغرب تروح للافضل، تروح للفوز، تذهب بعيدا. يمكن في البدايه كلنا قلنا المغرب حتى لو عدت دوري المجموعات هنقول ان المغرب عملت يعني كاس عالم مميز، لكن المغرب راحت بعيدا. وليد الركراكي اشتغل معاهم بشكل جيد، شكل مميز، شكل رائع. شفنا السبب الرئيسي فيه كان بونو، فجميع المباريات اللي فاز فيها المغرب كان بونو هو بسبب رئيسي، حتى داخل المباراه طبعا في صدات طلعها بشكل رائع، حاسمه في توقيتات حاسمه. فانا شايف ان بونو طبعا ياخد معاهم رابع، وانا كنت اتمنى ان يخلوا جائزه الحارس، يعني ما كنتش اتمنى ان هم يدخلوا بونو مع اللعيبه، لان في لعيبه هتتظلم لو بونو اخد افضل لاعب، لان هم مدخلينه مع جائزه افضل لاعب وافضل حارس، فممكن ياخد الاثنين.
ولكن كده هيظلموا لعيب من اللعيبه ان هو ياخد افضل لاعب. فكنت اتمنى الحراس تفضل لوحديها وجايزه افضل لاعب لوحديها، دي انا كنت اتمنى الموضوع يبقى افضل لاعب لوحده وافضل حارس لوحده. لو جينا على بقيه اللعيبه يعني هم دول افضل 4 لعيبه تقدر تقول. مصر تستعد لطلب استضافة أولمبياد 2036. السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي المتابعين الكرام في نشرة جديدة من قناة علي كرة. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036. وذكر المركز الإعلامي للجنة أن الاجتماع شهد مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين وآخر المستجدات في هذا الملف واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر العام الماضي. وقال: ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مناقشة حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح والخطوات التي قامت بها، وأيضا استعراض ما تم في ملفات باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028. وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الاجتماع كان مثمرا وثم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية من أجل التنفيذ الفعلي، وخاصة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واتخاذ الخطوات القادمة بما يليق باسم ومكانة مصر وقدراتها الكبيرة والإمكانيات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية. وأضاف أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وهو ما تم في العديد من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة، والجميع يتعاون من أجل هدف واحد وهو أن يظل اسم مصر عاليا في جميع المحافل. وقال وزير الشباب والرياضة المصري إن بلاده شهدت تطورا كبيرا على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036 خاصة مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية. واعتبر صبحي أن نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2026 يؤكد على ريادة مصر عربيا وإفريقيا، ويرسخ لقدرة مصر في تنظيم كبرى البطولات، وثق كافة الاتحادات الدولية بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية ككل.